بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غيبة لكننا غائبين جسديا أما حاضرين معكم بالقلب، والمراقبة أيضا اليومية للسوء إن شاء الله. النهاردة 9/6 الساعة دلوقتي حوالي 11 بالليل. سريعا كده ان شاء الله هنتكلم النهارده. المفروض كنا نزلنا الفيديو ده امبارح، وبفضل الله تعالى الرؤيه اللي انا كنت حاططها امبارح لكيس 30 تحققت اليوم، ولكن لانشغال بعض الامور منعنا الدخول وعمل اي فيديوهات الفتره الماضيه. النهارده ان شاء الله هناخد معانا بسرعه كده عشان عايزين نعمل فيديو سريع. هناخد المؤشر طبعا، وهناخد سهم التجاري الدولي، وهناخد سهم هيرمز وجلوبال وراسكوم اتصالات، هناخد معاهم الاي اي سي ان شاء الله. تعالى نبدأ الأول بكيس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا مش ناسيين شخبط شخابيط ولخبط لخبيط زي ما انت شايفها، ويعني ادي خط احمر، خط ترند هوريزونتال احمر، وادي خط هوريزونتال ازرق. المفروض لو انت تلاحظ ان الرسمة بدأت اتشكلت بمعنى اصح، واحنا كنا قلنا هنا في المنطقه ديت، يبقى انا رسمت من هنا لهنا منطقه عرضيه طبعا زي ما انت شايفها، وتقريبا كنا احنا اتكلمنا على منطقه عرضيه شبيهه، او هي دي المنطقه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، انه هيعرض احد الفيديوهات في المنطقه دي، هيطلع وهينزل وهيطلع وينزل، وطبعا الصعود والهبوط كان بشكل عنيف. لكن اللي انا عايز اقوله، احنا او انا او النباتيه ليست صانعه سوق او ميكر سوق، ولكن احنا بنتعامل مع السوق، بمعنى لا احد فينا يعلم الغيب، لا احد فينا يعرف بكره يحصل فيه ايه. عشان لما حد يجي يقول مش انا قلت، مش انا عدت، على راي اخويا وحبيبي جناب السلطان، والراجل كان نفسه يقول اشمعنى انا، ما انا ما قلتش، يعني ما يقول هو كمان مش انا قلت. الفكرة كلها لما بنيجي نقول احنا بنشتغل حاجة اسمها علم احتمال، علم احتمال، ولكن ربما ان تكون النجاتية بعيدة كل البعد عن حاجة اسمها علم الاحتمال، لانها بتدي سكتين وبتدي محطات رئيسية، ان صعدنا نكمل لكذا، ولكن فيها اسرار ان احنا نقدر نعرف هبوطنا فين وصعودنا فين، ولو حصل ده هنخرج، ولو حصل ده هندخل وهنكمل. طبعا الرسمه اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت مجرد ما القاعده اتعمل، لو انتوا متذكرين اوريدي شفت فيديو عليه خط ترند مائل للصعود زي ما انت شايف باللون الاصفر، ومجرد ما القمه دي اللي اتعملت لما نزل منها عملنا برضو خط ترند مائل للصعود، في حين كل الاماني ان شاء الله ان احنا نطلع في القناه السعريه اللي انت شايفها ما بين الاخضر التقيل والاخضر الخفيف ده في الوقت الحالي، لاننا قفلنا المثلث ده خلاص كده. معنى ان احنا في المثلث ده ان شاء الله العمليه بقت شويه فيها مشقه، ولكن مفيش حاجه مستحيله، ومفيش حاجه اسمها لا يمكن يحدث، ان شاء الله باذن الله يحدث. وبالفعل مجرد ما رسمنا الخط ده، احنا رسمناه ليه؟ مش عشان ان هو طب ما كان ممكن يتكسر، لكن احنا رسمناه لانه فعلا خبط في خط امتداد لضلع مثلث الاولاني اللي هو الازرق دوت، واول ما وصل له ده كان المفروض انه يبقى احد القاعان. بالفعل شدينا خط ترند، لان احنا كنا قلنا، او بمعنى صح كنا واثقين كل الثقه بان هذه المنطقه اللي هي 7723 هي القاع الثاني ان شاء الله باذن الله، وكان ده المحتمل اللي احنا كنا حاطينه وما زال موجود معانا في البلوره السحريه. نذكركم بيها عشان نبدا شرح كيس 30، وهو المفروض شرحه اللي هو بداية من النهارده يوم الاثنين 9، كان المفروض انزله امبارح. تعالى ناخد كيس 30 ونقول له هات يا عم البلورة السحرية بتاعتك بتقول ايه؟ القمة في التريد الاول دي اللي احنا كنا واخدينها بطريقة عكسية، وقلنا نطلع فوق ال7709 ثم نخترق المنطقة ديت، وطبيعة الحال قلنا التريد الاول واحنا جايين بالطريقه العكسيه اسمه عش الدوابير، الراجل قاعد الدبور الكبير هنا في التريد الاول اللي هيوصل له هيلسعه على قفاه عشان ينزله جري. طيب هل فعلا السوق عمل كده؟ ايوه، السوق هنا وصلنا زي ما انت شايف
8600 واحنا كان عندنا 8662 وهي التريد الاول غطسنا لحدود 7388. طيب ناخد عشان نأكد المنطقة دي أول ما وصلنا لل 8600 قلنا هناخد إيه من القمة ذاتها عشان نعرف إحنا هنصحح فين. بالفعل قال لي كسر التريد الرابع يودينا للتريد الثالث، ولذلك أنا حاطط شايف هنا كام دايرة وكام نقطة، لأن ده كان لو نزل فيها منطقة شراء قوية جدا ورائعة جدا لمستهدفات ممتازة جدا. أما الهدف الثالث او التريد الثالث المختفي اللي هو 7393 واحنا عملنا 7388 بعد الثبات فوق منه كان يجب علينا ان احنا نتجه مباشره ل 8253 مبدئيا ونخترقه عشان نشتغل في المنطقه الفاضيه دي، واحنا هنجيب المنطقه الفاضيه دي بعد كده عشان نتجه لمنطقه ال 11400. طيب المفروض 7393 ديت فوق منها التريد الاول المحتمل الاول اللي هنا في الصوره السابقه اللي هو ال 7709. اذا انت لازم تكون فاهم ان ال 7709 دي ان شاء الله طالما نزلنا للمنطقه دي هي القاع الثاني ولا يجب كسره باي حال من الاحوال، ولكن مش معنى لا يجب كسره ان جت قال مش هيتكسر يبقى مش هيتكسر، ربما يتكسر مثلا. الناتج ايه؟ الناتج ان بالفعل لو رجعنا تاني هناخد بعد العملية الصعودية والهبطة هنشوف كده لما نزلنا لمنطقة من ال 8600 لل 7387 صعدنا لمنطقة ال 8822، واثناء الايام كنا قلنا ان احنا عندنا منطقة 8849 يجب الحذر منها ونخلي بالنا. سقط فعلا السوق وعمل 7723 وهي المحتمل الأول ما زال معانا لو تتذكروا هذا الكلام. طيب ما تيجي ناخد كده وقلنا برضو نتذكر الليلة دي هناخد بقى بطريقة عدلة اللي هي ال 8000 اللي هي ال 8823 من قاع اللي هو ال 7388 عشان تشوفوها معايا ونتأكد من هذا الكلام. ادي القمة 8823 وهنا 7388. اذا احنا هنمشي بالشكل العدل اللي هو من اليسار الى اليمين ونقول له ادينا النجاتية. اولا بيقول لي ايه بقى؟ انت وصلت القمة دي واخد بال حضرتك؟ بيقول لي في المناطق القمة والقاع القصيرة لابد انك تصل للقاعان المؤكد، سواء القاع المؤكد الاول او القاع المؤكد الثاني، يعني القاع المؤكد الاول اللي هو دوت او القاع المؤكد اللي هو الثاني. طيب في حال الارتداد من هنا نروح فين؟ المفروض ان احنا نخلي بالنا قوي 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 للي قصاده مباشرة، والكلام ده انا شرحته في فيديوهات كتير قبل كده. طب في حال ان احنا نصل للقاع المؤكد ده يبقى احنا نروح نلعب على ده. طيب يعني انا اروح العب على ايه؟ يعني انا لما وصلت للقاعة 7746 او 47 ايوه تعال نشوف كده وصلت لكام؟ نزلت حضرتك ل 7723 وفي نفس الوقت ارتديت منها 7894. طيب يعني انت وصلت لهنا ايوه بفرق حوالي يعني 20 بونت او حاجه 20 بونت وطلعت فوق ده. ركز كده سكه الفار النظريه اللي احنا قلنا عليها ان انا نزلت هنا اصعد مباشره تاني فوق 7866 متجه ل 8105. طب من الاخر اروح للي قصاده واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. التارجت اللي قصاده على طول 8622. طب هو احنا لما جينا هنا وجينا صعدنا هنا بص كام 129 واخد بالك، وبعدين حطينا في الجروب قلنا ادي قمه 8823 وادي قمه 8597 وادي قاع 7723 وادي قاع 7388. هنجمع القمتين زائد القاعين ده بصفه مبدئيه كده احد الاسرار، هنجمعهم على بعض والناتج هنجمعهم عفوا على بعض، الناتج هيدينا 32 وكسر ثم نقسمه على 4 هيدينا 8100 حاجه و30 وهي نقطه السر واحنا كتبنا عليها. هتلاحظ 8129 ويهبط ل 8015 مش قادر يعني اللي هي 8133. اليوم الثاني 8114 ويهبط منها 7963 هي دي كلمه سر. اليوم الثالث 8116 وقفل على 16 وقلنا ساعتها استعدادا لاختراق كلمة السر وبالفعل اخترق زي ما انت شايف. خلاصة القول
انت متجه فين؟ انت دلوقتي عملت النهارده، ركز كده، 8622، وده اللي احنا قلناه 8622. اذا انت في منطقه حذره شويه، واقف عليها ولا مش واقف عليها؟ هنشوف. طلعت عملت 8622 زي ما انت شايف، لكنك نزلت منها واغلقت على 8593 او 94، يعني الفرق حوالي 26 بونت. يلعب عليهم بكره تاني، محتمل يطلع فوق منها شويه كمان، محتمل. طب يتجه ل 8765، محتمل. طب تعالى بقى نجيب الارقام اللي ما بينهم ببرنامج القلب الاحمر. المهم انت حققت التريد الثالث، واحنا قلنا لما بنخش عش الضبابير ما بنخرجش منه بسهوله. يبقى يجب علينا ايه بقى لما نخش عش الضبابير؟ لو تتذكروا معانا الدروس قلنا لما نخش عش الضبابير المفروض ان احنا نحافظ على التريد الاولاني عشان قلبي يطمئن ان انا هلعب في عش الضبابير شويه اللي هي منطقه التعريض عشان اخترق التريد الرابع. ممكن بكره او بعده اخترق التريد الرابع ولكن انزل منه تاني. طب ما نجيب القلب الاحمر بقى عشان نخلص من كيس 30 ونشوف هيقول لنا ايه برنامج القلب الاحمر. احنا النهارده عندنا نرجع ورا سنه كده اللي هو الربع سنوي عشان برضو نفتكر. انت ركزت الاول في حته ان انت معايا في التريد الاول اللي هو 8000 على المضارب القصير 8200 حاجه و60، وفي نفس الوقت اللي احنا واخدينها 8253 اللي هي كسرها وكان نزل 7388 التريد. اذا منطقتنا حاليا 8250 8060 8220 دي نقطه، ومعاك دي نقطه عفوا اللي هي حول منطقه 8200. لا قدر الله كسر يبقى 8000. تعالى ناخد الربع عشان نفكر كده ونشوف المحطات بتقول لنا ايه. انا كده بالربع ما زال عندي نقطه الارتكاز 7729 وهي اللي نزل عليها 7723 عشان تفتكروا، وصعد منها واخترقنا 8348 وكان متجه ل 8801. اذا ما زلت انت قدامك على الربع سنوي 8892، انت وصلت 8622 كمحطه. اما هنا قال لي انت ما زلت متجه للمنطقه دي وتحتك القاع ده، يعني انا عندي 8348 8801 ده الربع. طب الشهر اللي المفروض بدأ من 9 ايام اهو، هنشوف كده بيقول لنا ايه. بيقول لي خلي بالك انت عندك 8426 او 27 الهدف. احنا اتفقنا لما بنشتغل في عمود صاعد غير ما بنشتغل في عمود هابط. قدامك 8610. الله، هو انا النهارده وصلت لها؟ ايوه وصلت 8622 وقفلت تحت 8610، لكن عندك ما زلت على الشهري نقطه دعم كويسه 8426 او 27 تحت منها الربع 8300 وكسب. انت ارتكازك الشهري اللي انت شغال فيه حاليا شهر 6 8425 متجه ل 8610 باختراقه اروح 8855 وهي ال 8823 السابقه اللي وقعنا منها. يعني معنى ذلك ان انا ممكن اصل للمنطقه دي، ايوه تصل ليها ربما وتعرض عندها ومش هتخترقها بسهوله. طيب ناخد الاسبوعي بقى عشان يودينا ويقول لنا هل هخترق ولا مش هخترق. الاسبوعي اهو ارتكازنا الاسبوعي بص فين 8281 وهي تقريبا تعادل ال 8300. اول هدف صاعد 8665، انت النهارده وصلت ل 8623 نفس المنطقه بتاعت 8849 اللي احنا قلنا عليها، هو عمل بفرق منها حوالي لما طلع عمل 8823 يعني فرق حوالي 26 بونت. هنا برضو من 23 حوالي فرق حاجه 40 بونت 43 بونت. تمام كده. اذا انت ما قدرتش على الاسبوعي تقف على الهدف الصاعد الاول. اذا الفيصل معانا بكره اللي هو الثلاث والاربع. الثلاث والاربع هيقول لي هل اقطع اثبت فوق الهدف الصاعد الاول. وعاده اكتشفنا ان السوق خميس او حد بعد هبوطه بيطلع يرتكز فوق الهدف الاول الصاعد. هنا 8831 يعني المفروض كده 8831 دي هي تعادل ال 8823 السابقه اللي احنا نزلنا منها وهي ديت، ايوه اللي هي ديت 8823. يعني الراجل ده باللغه دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت برضه مش هتعدي بسهوله.
الا انك انت تقدر حاله نادره وانا معلم عليها بالازرق 9053، وانا مش عايزها بصراحه لانها هتبقى منطقه قريبه جدا، مش عايز اعمل قمم قريبه، لا طبعا عايز اعمل قمم بعيده وليكن 9385 او 9180 ده على الاسبوع. طب حمايه الاسبوعيه فين عشان برضو الناس ما تتخضش؟ 8281. لما جبنا احنا خلصنا الاسبوعي وخلصنا الشهري وشفنا التريد الاول في عش الضبابير، وشفنا التريد الرابع، وشفنا التريد الثالث اللي تحقق اللي هو 8622. تعال ناخد بقى شغل بكره ونشوف نوافقه بالاسبوعي والشهري هل هيحصل ايه. كيس 30 ليوم 10 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك انت عندك نقطه ارتكاز 8571 او 72، يعني انا بكره عينيا على النقطه دي مبدئيا. في حاله الهبوط 8572، لا قدر الله تم كسرها معايا حمايه 8557. مش عايز اكسر الهدف الاول اللي هابط ليه؟ عشان ما اشتغلش في العمود الخط. طيب اول نقطه بالحفاظ على 8572 هي 8630 ثم 8667. الله الرقم ده مقرر معايا على الشهري وعلى الاسبوعي. الشهري هو ده اول هدف صاعد، اذا احتمال كبير جدا بكره حتى لو ان احنا هبطنا هنطلع ونعاود، وممكن جدا نلاقي نفسنا واقفين في المنطقه دي او المنطقه دي، والمنطقه دي اللي هي 8717 تعادل التريد الرابع اللي احنا قلنا شويه صعب اختراقه. ده كيس 30. نقول الله المستعان. تعال ناخد بقى عمنا الكريم البنك التجاري الدولي. التجاري الدولي هنذكر بعضينا. التجاري الدولي لما عمل لنا قمه 39 كان بيقول لنا ايه؟ ركز معايا كده. ادي التجاري الدولي على قمه 39 قال لي عندك 32 او عندي 33، وانا والكلام ده شرحناه كتير، وتلاحظ هنا اخضر تقيل، يعني لو وصل المنطقه دي دخول بقوه ان انا ادخل يعني اشتري مفيش اي مشكله. ولو وصل المنطقه دي طبعا هو نازل ب 39 هخش اشتري. لاحظ هنا اخضر خفيف. طب لو كسر هنا ابيع عشان اخده هنا. طب لو كسر هنا ابيع لانه هينزل للمناطق القاعان المحتمله الاول والثاني. طب ارتدادته فين؟ عندي 37.10 زي ما انت شايف. لو ارتد من هنا يروح 37.10، لو ارتد من هنا يروح 35 الى 37.10. التجاري الدولي تعالى نشوفه من بعد الوقوع العظيم ماذا حدث. ادي البنك التجاري هنشوفه بالشكل الديلي عشان يبان شويه. التجاري الدولي هنا عمل لنا 39.9 زي ما انت شايف. سقط التجاري الدولي لحدود 33 جنيه له زي ما انت شايف، واحنا شرحناه في فيديوهاتنا كتير، والمفروض اللي متابع كان زمانه لقط ال 33 جنيه بتاع التجاري اهيت. والكلام ده انا حاطه من قبل ما ينزل لل 33 جنيه وشرحته بالطريقه ديت. لو تلاحظ بص ده من امتى؟ من 5 مايو. اذا احنا عملناه قبل كده ونزلته في فيديوهات قبل كده. يعني اللي اشترى التجاري الدولي هنا كان لازم يعي جيدا ان منطقه دخول قويه جدا وسريعه جدا على رزق سريع جدا ما شاء الله. طب هو وصل لفين؟ هل اخترق ال 35.29؟ تعال نشوف من بعد الهبده ديت نفس اليوم. بص عمل كام؟ هو كان فاتح اوبن 35 ونزل منها او طلع عمل لقطه كده فوق اللي هي 36.9 عفوا، ونزل بحدود 33 جنيه اللي هي في التريد الاول زي ما انت شايفها واحنا معلمين عليها، ثم صعد ل 36 جنيه. يعني الراجل بالفعل سقط هنا اهي 32.98 يعني فارق قرشين، عفوا 2 ايوه قرشين، خدهم مني يا عم ما تزعلش. يبقى معانا 35 وصعد هو لحدود 6، اذا صعد فوق كمان ال 35 جنيه. يعني اللي ما اشتراش هنا حقيقة الأمر بصعوده هنا في ارتدادة قوية لحاجة زي كده أدخل تاني لأن هو ارتد وصعد فوق هذه المحطة عشان يستهدف لي 37.10. حتى الآن نبص هنا نلاقي 36.40 سقط منها تاني، 35 بيأكده القاع اللي هو التريد اللي هو عفوا التاني
بيأكد عليه عشان يطلع. وبعدين وصلنا 36 هاي برضو مؤكد على ال 35 زي ما انت شايف، وبعدين هنا برضو 36 70 ومؤكد برضو على 35. ثم النهارده اللي هو يوم 9 عمل 37 10. انا ما جبتش حاجه من عندي، البرنامج محطوط من يوم 5 مايو. انا واقف هنا عشان تشوف كويس، برنامج عاملينه من يوم 5 مايو، تحليله عاملينه من يوم 5 مايو. الهاي كام؟ 37 10 زي ما اتفقنا. محطة بتسلم محطة، ادي ال 37 10 وهي التريد التالت. حد فاهم حاجة؟ التجاري الدولي وصل للتريد التالت بالظبط بالملي 37 10، والسوق وصل بالظبط للتريد التالت برضه 8622 بالظبط. التجاري الدولي سقط من ال 37 10 والسوق سقط من ال 8622. يا ترى حد قادر ينفذ؟ الله اعلم. انا بشرح وبقول لكم والدور الباقي عليكم انتم. طيب ده كده من ناحيه البلوره السحريه من القمه والقاع. تعالى بقى بسرعه كده عشان نخلص، مش هنقول بقى ايه، ناخد شهري على طول. ادي الشهري بتاع التجاري الدولي. بيقول لي تجاري الدولي عنده نقطه ارتكاز 36 ونص. هل هو كسرها؟ حتى الان ادي 36 40 واغلق على 36 70، يعني لمس نقطة الارتكاز الاسبوعية الشهرية عفوا. طب عنده دعم 34 24 من هنا للبلورة السحرية. وهنا بص لاحظ كده 32 98 او 99 تاني اللي هو نزل عليها. طيب يعني عنده 36 78 وعنده 38 تاني، يعني ما زال الامل موجود ان احنا نجرب على ال 38 في التجاري الدولي حتى لو نزل، ولكن يحافظ لنا على ال 36 ونص. ده على الشهري. لما تيجي ناخد الاسبوعي اللي لسه معانا فيه كام يوم هنشتغله، ادي الاسبوعي. الاسبوعي بيقول لي خلي بالك التجاري الدولي عنده نقطة ارتكاز 36، يعني بعد ال 36 ونص في ارتكاز تاني، وهو المفروض يكون ارتكاز قوي. ليه؟ لانه معاه كمان اول هدف هابط 35 90. يبقى انا عندي منطقة 36 35 90 بالنسبة للتجاري الدولي في حالة هبوط. طبعا انا عارف 40 قرش كتير او نص جنيه كتير جدا في التجاري الدولي، ولكن الفترة دي هنشوف حاجات لها عجب. يطلع يعمل لي 36 91 ثم 37 42. هو بالفعل طلع عمل 37 10 على البلوره، وهنا ما قدرش يكمل ال 42، سقط على 36 91 لكنه كسر برضه زي ما انت شايف. خلاص احنا بنتكلم على منطقه اخر يوم 36 40 وقفل 36 70، يعني كاسر الهدف الاول الصاعد. يعني ممكن جدا نشوف احنا بنتكلم على اسبوع مش بكره، انا بتكلم على اسبوع 36 فلات او 35 90. ممكن بكره على 20 قرش ديت يطلع يكمل عليها ويقف تاني فوق ال 36 91. يبقى انا عناية بكره على 36 90، اهم حاجه يثبت فوق منها او يروح لها على الاقل. مش لازم بكره مثلا، انا بتكلم بكره عشان هي فرقت 20 قرش فقط لا غير. طب ما تيجي نشوف كده يومي عشان نقول هل هيروح لها بكره ولا لا. يوم 10 كده، ادي يوم 10. هل هيروح بكره؟ ايوه، اول هدف صاعد، اول هدف صاعد زي ما انت شايفه هو يروح لها بكره. لكن عندنا 36 49 هدف هابط وهي كانت نقطه الارتكاز. لكن بكره بيقول لي ايه بقى؟ 36 جنيه 73 قرش نقطه ارتكاز. هو قافل على 36 70، يعني المفروض 3 قروش ويطلع يقف في نقطه الارتكاز. ممكن يقف فيها ويطلع 36 90 وينزل تاني. ده سيناريو. السيناريو الثاني انه ينزل لمنطقه 36 50 ثم يرجع تاني يعمل عمليه صعود عشان يطلع لمنطقه ال 36 90. ده التجاري الدولي. اتمنى التوفيق للجميع. هناخد بعد التجاري الدولي اخونا وحبيبنا جلوبال يا عيني اللي راح ب 3 جنيه او 2 جنيه و80 قرش. نشوف اللي راح ل 2 جنيه و80 قرش ازاي. هقول لكم حاجه، حتى لو جلوبال راح ل 2 جنيه و80 قرش او راح ل 3 جنيه، التوقيت اللي الناس اتكلمت فيه وقالت انه رايح ل 3 جنيه، شوف جلوبال عمل ربحيه قد ايه صعودا وهبوطا وما راحش تماما لل 3 جنيه. يعني حتى اللي بيتكلم يقول ان جلوبال رايح 3 جنيه، حتى لو راح له مش هيطلع يجي يقول شفت وانا قلت. لا لا، بلاش لغه انا قلت وما قلتش والحدوته اياها دي ملهاش لازمه. لكن احنا بنقول
يا اخي او يا اختي ما تضيعيش ربح على حد خوفا من جلوبال يروح ل3 جنيه. الراجل ما راحش ل3 جنيه، حتى لو هيروح انا ما عنديش مشكلة، لكن انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ادي سقوط جلوبال من 5.83، الراجل راح 4.77 وعرض، وبعدين برضو قالوا رايح 3 جنيه، ادي 5.63 والراجل نزل لحدود 4.95. 3 جنيه ايه و2 جنيه و80 قرش. شوف الارباح قد ايه. يعني انت لما بتتكلم من 4.77 وتطلع 5.63 ادي ربحيه، وبعدين تنزل لهنا ل 4.95 وبعدين تطلع ل 5.87 ادي ربحيه تانية. ده بخلاف المضاربات اليوميه. اتقوا الله شويه، اتقوا الله شويه. المهم جلوبال، هنخلص من جلوبال واحنا اتكلمنا عليه قبل كده. طب ما ناخد ربع على طول عشان نشوف اول هدف صاعد في جلوبال. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، ولكن هحاول اقوله لكم. جلوبال اول هدف صاعد كام؟ 4.85. ما زال الراجل محافظ على الهدف الاولاني، اول هدف صاعد على الربع، ينزل ليه ويطلع فوق منه، ينزل ليه ويطلع فوق منه. ادي 5.829 واول الهدف الثالث زي ما انت شايفه 5.88 حققه جلوبال. واحنا كنا قلنا انه عنده 5.88 ثم عنده 6 وي مش 3 جنيه. عمل كام النهارده؟ 5.87. نقول اتقوا الله كمان مره، اتقوا الله كمان مره. انا ما معيش جلوبال ولا معايا التجاري الدولي، عشان الناس بتتخيل انا ما بشرح ورقه معينه تبقى معايا. طب اقسم بالله ما معايا. المهم عشان دفاع عن جلوبال، انا مش بدافع، انا بدافع بس عن طريقه، عن شغل، عن حرفه في الشغل. 5.87 قرش التجاري جلوبال عمل لنا، عفوا جلوبال عمل لنا الهدف الثالث على ربع سنة 5.88. فرق قرش يا عم هديهولك من عندي. يبقى كده في 3 قروش، التجاري 2 وادي قرش. ماشي يا عم، لان المؤشر جاب 6.8622 بالظبط. عايز حد انا بقى يديني ال3 قروش او يدعي لي دعوه حلوه. ادي 5.88 حققها. عنده هدف تحت منها 5.29. خلي بالك ده على الربع، عنده هدف 5.29. طيب هو نزل على كام؟ نزل على 5.52 واغلق ايه يعني عندها 53. يعني مازال الراجل بيقول انا محافظ على منطقه الهدف اللي تحت منه. احنا قلنا بقى، قلنا ما يوصل لهدف رئيسي يجي ينزل منه يقابله الهدف ده، الهدف ده يشيله عشان يرجع كده تاني لفوق لل 5.88. طب ما هو ممكن ما يروحش ل 5.88 وينزل يكسر ال 5.29، وارد. وعملها قبل كده ونزل لحدود 4.85 اللي هي في النزله الثانيه اللي هي ديت زي ما انت شايف، عمل 4.95. النزله الاولانيه كانت 4.77، هنا فرقت 8 قروش. طيب هو ايه الحكايه كل ما اجيب دي تطلع دي؟ مش فاهم انا. المهم ده بالنسبه لجلوبال وعنده ارتكاز 4.71 ده على الربع. خلي بالك احنا بنتكلم على الربع كل ده. تعالى بقى ناخد الشهري عشان نقرب المسافات شويه. جلوبال شهري، فين جلوبال شهري؟ مش عامله انا ولا ايه؟ شهري 31 مارس، 31 مايو مش عامله. طب مش مشكله، هناخد الاسبوعي مباشره. جلوبال 6، جلوبال سنه، جلوبال سنه، جلوبال يوم 10 ثواني. ادي جلوبال اسبوعي مباشره. مش هناخد الشهر عشان انا ما عملتوش. بيقول لي عندك 5.49 كسر هو نقطه الارتكاز، هو واقف عليها، نزل 50 او 52 واقف 53. عنده اول هدف صاعد 5.93، هو عمل 5.88. خلي بالك من اللي انا بقوله على الربع سنه 5.87. يعني وارد ان ينزل تاني لان ده هدف وصل له، لا يرد ان ينزل ل 5.44 او 43 او 49 نقطه ارتكاز يحافظ عليها. لكن ما تنساش بص كده هنا 25 على الاسبوع، لكن انت عندك الربع 5.29. يعني منطقه ال 29 20 خلاص بالنسبه للتجاري، بالنسبه للجلوبال بقت قويه جدا. لو ثبت عليها وحافظ عليها، او حتى المنطقه اللي هي نقطه ارتكاز، يبقى هيكمل الراجل ده صعود ويخترق منطقه ال 5.93 عشان نشوف 6.18 مبدئيا. اما لو كسر ال 25 هنرجع مع عوده تاني الى 4.95 او 4.88. طيب جلوبال لبكره بقى
شوف بيقول لنا ايه. قال لي خلي بالك الراجل ده عنده نقطة ارتكاز 64 وهي تعادل نفس الهدف الأول الصاعد 64. يعني ممكن بكرة يطلع، لو خلي بالكم لو طلع لمسه وما ثبتش فيه يبقى نازل. هينزل يروح فين؟ هيروح 42 ثم 32. والسلام عليكم ورحمة الله. ده بالنسبة لجلوبال. عمنا الكريم بقى اللي هو إعلام بالمرة، اللي هم أوراسكوم إعلام. آدي أوراسكوم إعلام. أوراسكوم إعلام قلنا ربع سنوي ما زال شغال معانا. بص بيقول لي أول هدف صاعد 149. حتى الآن أوراسكوم إعلام حاول مرارا وتكرارا إنه يطلع فوق هذا الهدف من بعد سقوطه من 165 الشهيرة اللي هي أعتقد ديت. أيوه 165. سقط لكام؟ سقط ل 94 ثم عاود الصعود وعمل لنا 144. حتى الآن شاف كده أدي 1 2 3 مش قادر الراجل يخترق هذه المنطقة. ولكن خلي بالك لو اخترقها مش هنشوفها تاني. لو اخترقها مش هنشوفها تاني. وعمل لنفسه حاجة جميلة أوي هنبقى نرسمها، اللي هو شخبط شخبيط، وهنحط المثلثات والمربعات عشان نقول احنا رايحين فين. في النهاية الراجل عمل ايه؟ أنا بشرح من النهاية اللي هي عشان النهاردة وعشان الفيديو ما يبقاش طويل. ادي 146. يعني ما زال الراجل حتى هذه اللحظة مش عارف يثبت أو يروح لمنطقة ال 149، وكل ما يثبت ويروح لها ينزل عند ال 122. هل هو فعلا بينزل عند ال 122؟ وهنا نزل كام؟ 115. يعني عمل ايه؟ ده على الربع. خلي بالك في محطات تحت ال 22 وفوق ال 97 اللي هي اعتقد ال 15 ممكن تظهر عندنا، لكن حتى الان بيحارب على 149 وبينزل منها. تعال نشوف الشهري هيدينا ايه. هل هيدينا المحطات الصغيره دي؟ ايوه 115 117. عندنا ليه دعم نقطة ارتكاز مبدئيا 130 ما يكسرهاش بقى خلاص. هو الراجل حاول بعد الصعود طلع عم 131 ثم 38 ثم 47. هو ما عملش 47 طبعا، هو عمل كام؟ الراجل عمل 146. فرقت قرش. يبقى كده في 4 قروش يا اخوانا. هديهم لكم ان شاء الله. جمعوا القروش ديت لحد ما نتقابل. نزل لحد 130 زي ما انت شايف. نزل لحد 130 زي ما انت شايف. النزله بتاعته اللي احنا شفناها وقلنا لما يصعد من هدف كسر الهدف ده، لو كسره يروح للهدف اللي فوق منه اهو 131 بالظبط. 130 وصعد 131. عنده نقطه ارتكاز 130 اللي هي واقف عليه، لكن عنده 122 او 28 وعنده 117 بالنسبه لأوراسكوم اعلام. طب يعني احنا كده هنشوف ايه بكره؟ نشوف هيعمل لنا ايه الراجل ده بكره. أوراسكوم اعلام قلنا عنده ارتكاز 36، يعني لازم يطلع عندها. لازم يطلع عندها. طالما بيشتغل تحت الارتكاز بيبقى عنده حاجتين بداية الجلسة: يطلع يلمس وينزل، او يطلع يلمس ويثبت. غالبا هيلمس وهينزل، بمعنى ان انا ممكن اشوف 26 او 22 بكره، وممكن اشوف 36 بمشيئة الرحمن. العلم عند الله والله اعلم. ده كده أوراسكوم اعلام. عايزين ناخد اسد اللي انا قلت عليه، اسد البورصه المصريه، من يوم ما نزلت الفيديو بتاعه كان في شهر يناير 2014. والراجل ده اللي هو هيرمس طبعا عمل كل ما هو موجود معانا في الشرح، ولكن انا بحطه ليه؟ احد الاسهم القياديه ما ينفعش نتجاهله. يعني ناخد الاول من القاع اللي عمله عشان نشوف النتيجه ايه. بيقول لي هيرمس من القاع ده خلي بالك لازم يروح ل 11 34 ثم 14 18. بالفعل راح 14 18، واول مره راح 14 22 لو انتم متذكرين. تعالوا نشوف كده اول مره المجموعه الماليه هيرمس فعلا طلعت للكلام ده ولا لا. ادي المجموعه الماليه هيرمس اول مره راحت كام؟ 14 90 مظبوط كده. سقط لكام؟ 12 61. طب ما تيجي نشوف كده هل الكلام ده صحيح ولا لا. هنا 14 ده على البلوره، ده من القاع اللي هي اروح مستهدف يعني، وراح ل 14 90 وكسرها ونزل تاني. يبقى انا بالنسبه لهيرمس عندي 17 جنيه مبدئيا. المهم عندي ان هيرمس يثبت لي فوق الهدف الثالث. حتى الان هو ثابت فوق الهدف الثالث، مهما نزل بيطلع يغطيه، مهما نزل بيطلع يغطيه.
ده بالنسبه للبلوره اللي هي من القاع. طب تعالى ناخده بقى من القمه اللي عملها اللي هي 13 59 الاولانيه. قال لي ايه بقى؟ قال لي خلاص ما يكسرليش ال10 ولا يكسر لي ال11 ولو كسر 61 ما يكسرليش ال10، لان نطلع تاني فوق ال13 نخترق التريد الرابع. اول هدف ليه 18 هنا 18 و17. اذا الورقه ديت عليها شغل احداث الارقام ليست متعادله. ده بالنسبه لموضوع البلور. تعالى بقى نجيبه بالقلب عشان نريح دماغنا. ربع سنوي في القلب الاحمر مبدئيا الراجل بيقول لي 11 61 وهو متفق مع البلوره السحريه انه يثبت عليه عشان اشوف 14 جنيه ثم 15 38 ثم 17. اخيرا ظهرت 17 معانا يبقى متفق معانا 17، لكن هو هنا عمل 15 38. الهدف الثاني اذا سقط منه ما يكسرليش ل 14 جنيه. طب هو فعلا عمل 15 38. اخر يوم عملنا كده 15 38 الحمد لله بفضل الله. طيب يبقى انا عندي 15 38 دي لازم يحافظ عليها والا هينزل لنا الحدود ل 14 جنيه. ده بالنسبه للربع سنوي. طب في ارقام بينهم شغل بقى نقرب المسافات؟ ايوه في ارقام بينهم عشان نقرب المسافات. ناخد الشهري. الشهري بيقول لي ايه؟ بص يا عم قال لي 13 64 دي نقطه ارتكاز عشان ما نروحش 11 61. ركز كده في اللي انا بقوله. طيب عشان ما نروحش طب وهو طالع طالع هيطلع 13 32 14 44 ثم 15 28 وهي تعادل 15 38. ما تيجي نشوفها كده. لما جه الراجل سقط لحدود 12 61 زي ما انت شايف وركز تاني فوق وقفل على ال 13 40 هي نقطه ارتكاز حافظ عليها. ده مش كسر خالص. طيب صعد بعد كده عمل لنا اول حاجه 14 22 وقلنا احنا عمل 14 22 ثم 48 وكلها محطات ثم 15 38 واغلق على 15 28. جميل قوي. النهايه اغلق على 15 28 وعندنا 15 38. يبقى اول هدف لو حافظ عليه عشان يظهر لنا بقى احنا كنا بنقول 17 لا يا عم، اول هدف لو حافظ على 15 28 وثبت فوق منها عنده 16 جنيه 53 قرش ثم 17 و17 او 17 37. طب ما تيجي نقول كده هيرمس بكره ممكن يعمل ايه؟ هيرمس بكره بيقول لي لازم يطلع لل 18 38 او ال 39 الاول لان هو كده تحتها. طب هو تحتها يعني ايه يا عم نجاتي؟ يعني ما يكسرليش ال 15 طب 21 نبع عشان خاطري او ال 15 17. اهم حاجه ما يكسرش النقطتين دول. طب ما يكسرهمش ليه؟ طب حده الاقصى 15 6 بس اهم حاجه يطلع تاني يثبت لي فوق ال 15 17 ثم ال 15 21 حتى لو نزل لحدود ال 15 6. طب عشان ايه؟ عشان اطلع تاني اجيب 15 38 او 39 عشان اشوف في نفس الجلسه 15 64. معقول يا نجاتي؟ ليه لا؟ وارد كل الفيلم ده يحصل ينزل ينام عليه يطلع. طيب ليه ينزل 15 فلات او 15 20؟ بص كده هنا اللو بتاعه 15 اهو خلي بالك وهنا في جابه فاضيه وهنا اللو بتاعه 14 48 وهنا الهاي بتاعه 14 22 يعني في حوالي 26 قرش هنا وهنا في اللو بتاعه. عرفت بقى النجاتيه جابتها ازاي؟ معمول حساب في كل حاجه في النجاتيه اللي هي ال 15 17 ال 15 6 15 21 فلات يغطي على الاقل جزء يعني. ده بالنسبه لهيرمس. نختم باخونا وحبيبنا الكريم اللي مدوخ الناس كالعاده معروف بقى من غير ما اقول اسمه خلاص الاي اي سي. قبل ما نقول على الاي اي سي هنفتح الشرط عشان نشوف حاجه معينه الاول. في معظم في اواخر فيديوهاتي قلت على الاي اي سي لما شفت مشاركات الناس للاسف بيتكلموا ده الراجل بيجمع ده الراجل بيعمل ده الراجل بيسوي. ادي الاي اي سي قلنا يعني كل فيديو يقول والله هي منطقه تخوف. المنظر اللي انت شايفه ده منطقه تخوف خاصه ان هو عكس ده. شايف عكس ده. العقل والمنطق بيقول ايه؟ اهو منظر بيقول كده مائل للهبوط مائل للهبوط ولكنه شكل تجميع قناه سعريه معينه نازل بيها ثم اخترق. اللي عمله هنا وده اللي انا كاتبه عمله هنا العكس بقى. هنا شكله صاعد اهو عشان انت تدخل وتشتري وتعبي وهنا شكله هابط اهو عشان انت تبيع لأحسن الورقه هتروح في 60 داهيه.
وانت بتبيع من هنا هو بيشتري منك بكل بساطه. وقلنا وشرحنا الاي اي سي كتير مرارا وتكرارا، لكن ما كنتش اقدر اقول للناس لان برضو مصممين الاي اي سي كتير. يعني انت ممكن تقول كلمه يعني ممكن تخطأ فيها انت غير قاصد، لكن غيرك هياخدها بقصد. يعني غيرك هياخدها بقصد. عموما تعال نشوف اخر مشاركه انا عملتها للاي اي سي قبل او ما ينزل للمناطق ديت. ادي كنت بتكلم على السوق هنا، وقلنا القاعان اللي احنا قلناها وكلمه السر. قلت موضوع الاي اي سي، قلنا قررنا في الفيديوهات اكتر من فيديو وعلقنا على ان اللي بيحصل في السهم ده فوق دي اللي هي فين، اللي هي ديت اللي انا اقصدها فوق، ده دي المنطقه اللي فوق يخوف، وهو شبيه تماما باللي حصل في السهم تحت اللي هو منطقه التجميع اللي انا وريتها لكم من ال70 ل 29 من اكتر من نقطه، وحذرنا من اكتر من نقطه، وقررنا قلنا ادي 2 15 وعنده 2 8 وعنده 190. الان ممكن نشوف 170 وال 150 وعندكم الفيديوهات. اما تحذيراتنا من السهم هو عند ال 280. ابتدينا نحذر، نخلي بالنا يا اخوانا، نخلي بالنا يا اخوانا، وقلنا نخلي بالنا، خليك صاحي. الناس كانت بتقول بيجمع، او بعض الناس قالت كده، وانا في الفيديوهات كنت بقول بقى الراجل مش باقيش تجميع من 71 قرش 29 قرش عشان يجمع فوق 2 جنيه. وهذا كان سبب ان اعمل فيديو يوميا للسهم مع كيس 30، لكن ما زال الامل موجود. خلي بالك بقى، حفاظ السهم على منطقة ال 166 او الاخطر ال 150 سيكون لها عودة لل 190، وهو ما تم بالفعل، ثم ال 207 ثم ال 215 الى 220 مبدئيا. والله موفق. هو نزل عمل كام بقى السهم؟ عمل زي ما انت شايف ادي 174 ثم 173 ثم 172 وصعد واحدة واحدة كده. هنا عمل لنا كام؟ 189. لا ده في غيرها. ايوه ادي اليوم دوت، ادي 190 اللي سقط منها 73، وبعدين ادي 109 رجع لها تاني اللي احنا قلنا هيطلع 190 تاني، وعنده 207 ثم 215. ادي 99 واغلق من له 188 الى 190، ثم النهارده عملنا 215 الى 214. طب كده ده اللي انا قلته وده اللي انا شرحته وحصل بفضل الله تعالى. اشمعنى الناس بتقول انا قلت؟ انا كمان اقول انا قلت. طيب تعالى ناخد بقى اللي هيحصل الفتره الجايه بعد تحديث البيانات على الشهري. ربع سنوي اهو، افكرك بيه شويه كده عشان سكه الفار اللي الناس بتنساها. الفيديو ده هيكون طويل شويه بس سامحونا يعني. ادي الاي اي سي ربع سنوي، الراجل طلع عمل 227 ونزل كسر الارتكاز 91، لكنه ما كسروش ليه؟ ما عادش تحتيه 3 ايام، كان بينزل ويطلع على طول، لانه لو كسروا هيروح على طول منطقه ال 153. تمام؟ صعوده المفروض يتجه لمنطقه ال 227. طب هيتجه لها ازاي؟ ده ربع سنوي. تعال نقرب المسافات بالشهري عشان نخلص، والكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، ولكن الشهري هو 31 مايو. تحديث البيانات بقى اللي هي بتاع 31 مايو خلاص، لان انت 30 مايو انتهى. عنده نقطة ارتكاز 2.8 او 2.9 في حالة العودة والصعود، عشان كده انا قلت 166 لو تفتكروا، وبالتالي فعلا 190 وقلنا 166 ثم 190. ادي ال 190 اهي فعلا صعد عليها وعملها مرة 189 بالضبط، وقف عليها وقفل واغلق ساعتها على 188. اذا الشكل العام كان بيوحي بالصعود للوصول لمنطقه 209 وصل لها، وادي 210 ثم 220 ثم 234. هو عمل حاجه في النص ال 214 ونزل على ال 207، والنهارده اغلق على 208 او 209. تعال نشوفها ونتاكد من الداتا. 14 99 زي ما انت شايفها ثم اغلق 8. طب عظيم، خلاص الحمد لله. خلاص كده عايزين نحافظ على المنطقه ديت عشان نتجه تاني 210 220 34. ركز كده معايا ان الهدف 234 رجع مكان، يعني هدف يحقق ان شاء الله، وارد انه يحقق، ولكن لازم الاول 220 ويتعادل في البلوره السحريه 218. طيب الاي اي سي ده الشهري. تعال ناخد الاسبوعي اللي هو بدا النهارده اللي هو يوم 9. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي السهم ده الاي اي سي خلي بالك هو كان اصلا ناهي كام الاسبوع. تعال نشوف كده الاسبوع كان ناهي كام. ادي الاسبوع اهو، فتح 184 وعمل 207
ونزل 172 ثم 199. عظيم جدا، ده قفل على كده. يبقى الاسبوع الجديد بيقول لي ايه بقى؟ الاسبوع الجديد قال لي خلي بالك يحافظ لي بقى على 193 نقطه ارتكاز، مهما يطلع مهما ينزل، المهم يحافظ لي على منطقه ال 193. الاسبوعي بقى بيقول لي لو كسر دي لا قدر الله عنده هدف هابط 189 مشهوره او 188 اللي هي كانت سابقا هدف شهري. طب لازم الراجل ده يحافظ لي على منطقه ال 209 و 210، يعني الراجل ده طلع فعلا وكان بين ال 209 وال 220 اللي هي 214، النهارده نزل تحت منها بقرش وصعد وعمل 208، يعني لازم يقف لي تاني فوق ال 209، لكن انا في امان في حدود ال 193. خلي بالك عشان الرقم المقفول نفسي بيتعب او يفرح. يبقى انا عندي نقطة حماية رفعناها من 191 او 90 الى 193، والنقطة الاكثر امانا انه يرتفع تاني فوق ال 209 210 عشان يتجه ل 234. ده الاسبوع. طب بكره هيعمل ايه الاي اي سي؟ تعال نشوف بكره الاي اي سي ممكن يعمل ايه. يوم 10 بيقول لي خلي بالك 2.7 ما يكسرهاش. الحمد لله يا عم، هو واقف النهارده عليه نقطه ارتكاز. يعني انا بكره ممكن اشوف 2.7، ايوه ممكن تشوف 2.4، ايوه ممكن حده الاقصى 190 بس شرط يطلع فوق ال 2.4 وفوق ال 2.7. يعني لو نزل بكره 199 او 93 ظهرت معانا ونقطه ارتكاز عمليه لمس، يطلع تاني فوق ال 207 اللي هي بتاعت اليوم، ومنها يسلمني لنقطه ارتكاز ال 210 ثم ال 213. لو انا شفت 213 ثبت فيها يبقى متجه ل 217، ممكن يشوف جدا 223. نختم الفيديو نقول الله المستعان، والله يا رب يوفق الناس اجمعين ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.